يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة شوية قرص بعجوة وشوية قراقيش. فبدل ما هتشتري الكلام ده كله من بره، هتعمليه لولادك وهتملي بيتك دفى وحب يعني حاجات كلها هتتعمل، مش هتاخد منك وقت. وهتكلفك نص التكاليف اللي انت هتدفعيها في الكمية دي كلها. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويا ريت تصلوا على النبي في كومنت حلو كده من عندكم، ولايك حلو منكم كده يشجعني عشان اقدر اكمل القناة. ويلا نشوف الجمال اللي قدامكم ده. هو بيتكلم عن نفسه، وشايفين اللون وشايفين القراقيش والقرص اللي بعجوة، كلها حاجات فعلا بتتعمل في البيت بحب تعمليها لولادك. هتملي بيتك خير وبركة كده من الحاجات ديت يعني، وهتدفي بيتك بالحاجات دي كلها، وهتقوي عيالك العجوة برضو. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معانا. اول حاجة، انا عندي هنا 2 كيلو دقيق وباكو خميرة. انت عايزة تعمله نص الكمية، فهتعمله نص الكمية اللي انا هقولك عليه. يبقى انا حطيت 2 كيلو دقيق وباكو خميرة، وحطيت معلقة بيكنج باودر ومعلقتين سكر، واتنين باكو فانيلي، وحطيت حوالي معلقتين سمسم او 3 معالق. وزي ما قلنا، لو عايزة تنقصي الكمية هتعملي نص المقادير دي، عايزة تزودي هتزودي برضو المقادير، يعني تبع الايه ما انت محتاجة هتعملي ايه لولادك ولبيتك. اول حاجة عندي هنا جبت سمنة على زيت، كوبايتين سمنة ونص كوباية زيت. حطيت الاول الكوبايتين كده زي ما احنا شايفين، انا مسيحة السمنة. هقلب السمنة بعد ما قلبت المكونات الجافة دي كلها في بعضها، هقلب السمنة. انا عايزة بس الكلام ده كله يعني ايه. وحطيت برضو معلقتين كبار لبن بودر. بعد ما قلبت السمنة في قلب الدقيق كده، انا عايزة بس الدقيق يعني كل حباية دقيق تبقى متغلفة بالسمن. شايفين انا بعمل ايه؟ ببس الدقيق كله على ايديا، على اساس الدقيق كله يتشرب من السمنة اللي انا حطاها. هي الطريقة سهلة طبعا، وكلنا يعني ايه شاطرين وبنعمل الكلام ده في بيوتنا. صلوا على النبي يا حبايب. وهتعملي الخير ده لولادك، ما هياخدش منك وقت، وهتدفي بيتك بالحاجات الجميلة دي. وتقدمها لعيالك كده في عشاء في فطار، يعني حاجة حلوة. وده نص كوباية الزيت تانية، يعني انا حطيت الوقت السوائل، حطيت كوبايتين سمنة ونص كوباية زيت لاتنين كيلو دقيق. فانت لو عايزة تقللي السمنة برضو ده حاجة ترجع لك، لكن انا بقولك المقادير المظبوطة اللي مطلعة القرص اللي احنا شفناها في اول الفيديو دي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة بعد ما حطيت السمنة وبسستها حلو بالدقيق، حطيت المية. حطيت كوبايتين مية وقلب بقى. هعجن العجين طبعا بعد ما تبس، وهعجن مش هياخد مني وقت. انا حطيت هنا 3 كوبايات مية. وطبعا هنشوف العجين لو ملمش معانا هنحتاج مية كمان. يعني طبعا احنا قلنا قبل كده ان في دقيق بيختلف من دقيق للتاني، في دقيق بيشرب سوائل بسرعة وفي دقيق ما بيشربش سوائل. بعد كده جبت نص كوباية، وبحط منها شوية بشوية كده، يعني مش بحطها كلها مرة واحدة لغاية العجينة ما تلم. يعني نص كوباية فاض منها حوالي معلقة شاي. وزي ما احنا شايفين بعد ما سيبناه لغاية ما خمر شوية، غطيناه وسيبناه لغاية ما خمر. لازم ندفي العجين طبعا في الشتاء لازم ندفي العجين فترة أطول من الصيف. بعد كده هنعمل القراقيش، هنعمل كذا صنف مع بعض، وهنشوف سهولة عمايله. يعني حاجة سهلة خالص وبسيطة، هتعمليها في البيت بكل حب. فيلا نشوف احنا هنعملها ازاي. اول حاجة كده هنقطع العجين كده. احنا فردناها وبنقطعها كده صوابع، اللي احنا ايه نرصها في الصينية. هنعمل كذا شكل مع بعض، واللي عيالك بيحبوه او الاشكال اللي ولادك عاوزينها هتعمليها وتفرحوهم بيها عشان ياكلوا وعشان ايه يعني. وهنعمل بعجوة تغذيهم شوية. هنعمل كمان مع بعض برضو قراقيش. انا هعمل كذا نوع
بنفرد العجينة كده بالنشابة او بايدينا المتاح عندنا، وبعدين بنقطعها صوابع كده. الزوايد دي كلها بنرجعها على العجين تاني وبنفردها تاني مع بعض. وده خلاص الصينية قطعناها كده زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى ايه؟ هنشوف النوع التاني اللي احنا هنعمله. احنا نقرص العجين كله بالشكل اللي انتوا قدامكم ده. هقرص كمية كده وهنشوف النوع التاني اللي احنا هنعمله مع بعض. العجينة بدل الخمرانة معاكي ومرتاحة بتتفرد معاكي بكل سهولة، وبتبقى مرنة في الاستعمال. يعني بتفرديها بتلاقيها ما بتتعبكش في الفرد. خلاص كده قرصت كمية زي ما انتم شايفين كده، وجبت عجوة كورتها كده كور زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بفرد العجينة واحشيها بالعجوة واقفل عليها تاني واضغطها ضغطة بسيطة بس بايديا كده، مش كتير. واعملها بالسكينة من النص كده. طبعا كلنا عارفين قرص الافران اللي هي بالعجوة الاقتصادية، احنا عملناها مع بعض كده، بس عملناها بنظافة وعملناها يعني واثقة في الحاجة اللي انت عاملاها لولادك. طبعا كلنا ما حدش هتعرف يجيب حاجة من بره الايام دي، فانت هتعملي لهم الحاجات دي كلها بنص الكمية اللي انت هتشتريها من بره. شوف زي ما انتم شايفين كده بنفردها ونخطط عليها خطين من فوق كده. بنفردها ونحشيها وبعدين نضغط عليها ضغطة بسيطة. طبعا انا هعمل صينية برضو كده من نفس الشكل ده، زي ما عملنا صينية قراقيش هنعمل صينية بنفس الشكل ده. طبعا العجوة انا عجنتها كده بمعلقة سمنة بلدي وبعدين كورتها علشان احشي العجينة على طول، يعني عشان تساعدني بسرعة. لكن انا لو قطعتها حتة بحتة كده في العجين تاخد مني وقت. لكن كده انا مجهزة حاجتي فمش هتاخد مني وقت. وده حبايبي اهو زي ما شايفين. هنشوف هنعمل النوع التالت ايه. يعني احنا عملنا النوع الاولاني القراقيش، وبعدين هنعمل النوع التاني ده، وعملنا النوع التاني اللي هي القرص بالعجوة. هنشوف ده كمان. هتطلعي كذا نوع من العجينة اللي انت عاملاها وهتنوعي معاه. انا عندي هنا العجوة عاملاها صوابع كده مصبعاها زي ما انتم شايفين كده. هلف عليها العجينة واقفلها كويس علشان العجوة ما تطلعش منها. وبعدين هنفردها فردة بسيطة كده وبعدين نقطع بالسكين زي ما احنا شايفين. هنقطعها بقى ايه قطع صغيرة كده، يبقى صوابع العجوة دي مع كوباية شاي مع كوباية لبن، يعني حاجة مغذية ومفيدة بصراحة. وبنظافة عاملاها في البيت بنظافة بايدك، عارفة انت عاملة ايه ومكوناتك ايه، فكلها حاجات صحية لولادك. هنعمل مع بعض برضو صينية بنفس الشكل ده زي ما احنا شايفين. هنجيب العجوة نكورها كده، نعملها في ايدينا كده صوابع. شايفين انا بلفها ازاي عشان اسويها عشان تبقى الكمية واحد. وهقفل عليها بالشكل ده برضو. والزوايد دي كلها انا بشيلها. طبعا العجين ده كله احنا بنرجع نستعمله تاني، بنحطه على العجين ونستعمله، فما فيش حاجة بتتهدر معاكي او بتترمي معاكي. شايفين احنا قطعناها بكل سهولة ازاي، يعني ما بتاخدش منك وقت بصراحة. وزي ما قلنا قبل كده بدل العجينة مرتاحة معاكي فبتتفرد معاكي بكل سهولة. هكمل الصينية دي كده زي ما انتم شايفين و... وادخلها. انا بدأت ادخل الصينية الاولانية الفرن عشان تسعف معايا عما اخلص. هي خدت رفعة لمدة 10 دقايق ودخلتها الفرن. وده حبايبي هنعملها قرص سادة كده من غير اي حاجة زي ما انتم شايفين. هضغط عليها ضغطة بسيطة كده. احنا عملنا كذا نوع، عملنا نوع القراقيش وعملنا صوابع القراقيش اللي هي الصوابع بالعجوة والقرص بالعجوة، وعملت السادة اللي هي دي زي ما انتم شايفين معايا كده. وده حبايبي النتيجة اللي احنا طلعناها من 2 كيلو دقيق. شايفين الشكل حمار من فوق ومن تحت، وشايفين العجوة
حاجة كده والله جميلة وبتملى بيتك خير وبركة. شايفين الحمار من فوق ومن تحت زي بعض، وشوية قراقيش جمال مع كوباية شاي كده ساعة العصاري او الصبح وعيالك قبل ما يمشوا اللي ما بيفطروش، تديلهم قرصة بالعجوة كده. هتعمليها في بيتك، ما تشتريش الحاجات دي كلها من بره. املي بيتك خير وبركة وقومي اعملي لاولادك وما تكسليش. ويا ريت فيديو النهارده يكون خفيف كده ويعجبكم. عملنا مع بعض القرص الاقتصادية بالعجوة والسادة والقراقيش، كلها في فيديو واحد وكلها حاجات خفيفة وسهلة. فيا ريت تصلوا على النبي وتعملوا لي كومنت حلو من عندكم كده، وتعملوا لي لايك علشان مجهودي ده ما يروحش كده، ونفسي القناة تكبر، ويا ريت تكبر بيكم كلكم. واشوف وشكم بألف خير.